بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الاعزاء، مرحبا بكم معايا في قناتي الشيف حسنه. اليوم ان شاء الله كيف ما عودتكم دائما غادي نقدم لكم حرشه بلافوكا وبالليمون. وخليكم مع المقادير ومع طريقه التحضير ونبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا 500 غرام ديال السميده رقيقه، كيف كتشوفوا معايا ماشي الدقيق الرقيق اولا المتوسط، هذه السميده الرقيقه. غنحتاج نصف لتر ديال الحليب، غنحتاج 3 الخمارات البيكين باودر من هذا النوع تقريبا 7 غرام كيف كتشوفوا معايا. غنحتاج الزيت، يعني القليل ديال الزيت، 2 ملاعق كبار اولا 2 ملاعق مسموم، على حسب باش غادي نخدم، ممكن نستعملو كامل ممكن نقص منه. غنحتاج 4 ملاعق كبار ديال السكر حبيبات اولا السكر سنيده. بطبيعه الحال غندير هذه الكميه قليله لانني غنعاود نضيف كميه قدها في السائل اللي غندهن به ان شاء الله الحرشه. غنحتاج لافوكا حبه واحده كيف كتشوفوا معايا، قشرتها وقطعتها بهذا الشكل هذا. غنحتاج نصف كأس ديال الماء اولا 3 ملاعق كبار. ونبداو على بركه الله. اول حاجه غنضيف هذا الماء الحليب كيف كتشوفوا معايا. غنضيف ليه هاد الحبه ديال لافوكا، وغنطحن هاد لافوكا مع الحليب. كيف كتشوفوا معايا صافي راني كملت الطحين ديال هاد لافوكا. كيف كتلاحظوا معايا راه ضفت السنيده لهاد الخليط وضفت غنضيف دابا ان شاء الله الخمارات. نحرك هاد المكونات. صافي نخلي هاد الخليط على جنب هكا، وناخذ السميده وغنبدا نوضع فيها الزيت هكا غير بشويه بشويه، ونبسبسها هكا بايدي، يعني حتى نلبس هذاك الحبيبات ديال السميد بالزيت. طبعا هاد الحرشه ما كتاخذش منا الزيت بزاف، كتاخذ غير القليل. كيف كتشوفوا معايا هانتوما خدات لي غير شويه ديال الزيت، تقريبا 2 الملاعق كبار ديال الزيت. ها هو تنخدمها مزيان، يعني ما كان صافي. دركا راه انتهيت. كناخذ هذا الخليط اللي صوبت فيه سنيده ولا الحبه ديال لافوكا، وكنخدم بايديا بهذه الطريقه هذه، يعني بواحد السرعه. يعني ملي كنصبوا عليه الخليط ما كنبقاوش نحركوها بزاف، صافي بمجرد ما كنصبوا عليها الخليط كنوضعوها في الطاوه اللي مدهونه قبل بالزبده. مباشره كنوضعها في الطاوه. كيفاش ضروري نديروها في الطاوه اللي كنخدموا بها، المقله الثقيله اللي كنخدموا بها المسمن هي اللي كنديروا فيها هاد الحرشه هذه، يعني ما كيصلحش نديروها في شي مقله خفيفه. كيف كتشوفوا معايا راه كتبقى مطلوقه. نقاد هكا صافي، وغندخلها للفرن على درجه حراره 180. راه كتاخذ مني تقريبا ما بين 40 حتى ل 45 دقيقه باش كطيب.
وغندوز معكم دابا باش نوريكم السيرو اللي غندهن به هاد الحرشه ملي غنخرجها من الفرن. طبعا السيرو اختياري، اللي بغى يدهنها يدهنها، اللي ما بغاش ياكلها غير هكاك ممكن يخليها غير هكاك. غير انا حيت كتبقى عندي كتبات عندي حتى للصباح، من الاحسن كندهنها باش كتبقى رطبه وزوينه. كيف قلت لكم بالنسبه للسيرو اللي غادي نسقي به الحرشه، غنحتاج واحد البرتقاله كبيره كيف كتشوفوا معايا، وغنحتاج الكاس ديال الماء، كاس ديال العنبه، وغنحتاج 4 ملاعق كبار ديال السكر حبيبات. اول حاجه غنديرها هي غادي نحك هاد الليمونه، ناخذ غير القشر ديالها كيف كتشوفوا معايا. انا حكيت خديت القشر البرتقالي ديال البرتقال. دابا غنعصر هاد البرتقاله، غناخذ غير الماء ديالها وغنضيفوا هو هاد السكر اللي قلت لكم سنيده والماء، وغنوضعهم في كاسرونه ونخليهم يطيبوا مزيان حتى يبقى غير النصف ديال الكميه ديال السائل، وغادا نصفيه هو اللي غندير به ان شاء الله الحرشه. ونتلاقى بكم من ورا فاش طيب الحرشه باش نسقيها. هانتوما كيف كتشوفوا معايا من بعد تقريبا 40 دقيقه انا خرجتها، هي باقا سخونه مباشره. بعد ما كنخرجها من الفرن خاصني نسقيها بهذا السائل كيف اللي وريتكم قبل، اللي درت فيه ليمونه والسكر حبيبات والماء. كيف كتشوفوا معايا نسقيها من حدها باقا سخونه. شتي ملي كتكون باقا سخونه دغيا كيتشرب السائل. كناخذ واحد الملعقه تقريبا ديال العسل، كنحاول ندهنها هكا. قلت لكم دائما العمل ملي كتكون الحرشه باقا سخونه ما كتاخذش لينا العسل بزاف وكتشرب هذاك السائل اللي كنخويو فيها. نحاول غير داك العسل ما تجيش في الاول بزاف، وغنرش عليها الكوك اولا جوز لين بالمبشور. طبعا راه كتواتى النكهه ديالو مع مذاق البرتقال ومع الكيوي اللي درنا فيها في العجين. صافي وان شاء الله غادا نخليها حتى تبرد وغنقطعها ونوريكم الشكل النهائي ديال الحرشه ديال اليوم. مشاهدي الاعزاء، هذا هو الشكل النهائي ديال الحرشه ديال اليوم. كنتمنى تنال اعجابكم، وكيف عودتكم دائما غنقطع لكم شويه منها باش تشوفوا. راه كتجي رطبه بزاف. كتشوفوا كيف كتجي، راه باقا شويه سخونه. الا عجبتكم وصفه اليوم ما تنسوش ديروا لي جيم للفيديو، تابوناو معايا في لاشين ديالي الشيف حسنه، وتشتركوا معايا في القناه بالضغط على اشاره الاشتراك، ثم الضغط على الجرس. ضروري من تفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد دائما. وشكرا على المتابعه، والى اللقاء ان شاء الله في وصفه قادمه باذن الله.